السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا يستر على النادي الأهلي في مباراة الشبيبة القبائل. أنا اتفرجت على كذا ملخص للفريق ده، فريق قوي جدا، والمدير الفني بتاعه متمرس في أفريقيا اللي هو زيمباور الألماني ده. درب الرجاء البيضاوي قبل كده واخد بيهم دوري وكاس، وفي الدوري ما اتغلبش ولا مباراة. ربنا يستر على النادي الأهلي يا رب. الفريق كله خطوطه متكاملة، وعنده لعيبة محترفين ولاعيبه جزائريين كانوا محترفين بره في اوروبا ورجعوا للنادي، وتعاقدوا مع زين الدين بالعيد اللي كان الاهلي عاوز يجيبه قبل كده. هم يعتبر ما عندهمش نقط ضعف غير حاجات بسيطه. نقط ضعفهم على الطرفين من ورا، الظهير الايمن والظهير الايسر، ان هم ما بيعرفوش يغطوا العكسيه كويس، عشان ان هم قصار القامه شويه، ان هم الاطوال بتاعتهم حوالي 170 سم. لكن قلب الدفاع حدث ولا حرج، كفايه زين الدين بالعيد. وعندهم مهاجمين ولاعيبه محترفه افارقه على اعلى مستوى، وفي لعيبه جزائريين راجعين من الاحتراف الخارجي في نفس الفريق. فربنا يستر. انا مش خايف بكره الا من الدفاع بتاع النادي الاهلي. الدفاع الاهلي الفريق ده بيلعب كره سريعه، وعندهم جمل معينه بيعملوها وهم مغمضين، بيلعبوا وهم مغمضين فاهمين بعض. فربنا يسترها بكره في نص الملعب. اهم حاجه نص الملعب، ما تلعبليش زيزو نص ملعب. انت تلعب محمد علي بن رمضان قدام ديانج وقدام مروان، مش عايزين تأليف. تريزيجيه جاهز يقعد بره، لو بن شرقي احسن منه، ولعب بزيزو طرف يمين، عشان الاوفرات اللي هتتلعب عرضيه في ال 18 هي دي مفتاح الفوز بتاع النادي الاهلي. دي مفتاح الفوز بتاع النادي الاهلي. غير كده انك هتخش من العمق والكلام ده، زين الدين بالعيد وجنبيه برضه مدافع خبره عنده حاجه و30 سنه، هتبقى صعب. والحارس المرمى بتاعهم صعب برضه في الكور اللي تشط عليه من بعيد او في العرضيات. فربنا يسترها. هي مجموعه صعبه بكل المقاييس، مجموعه صعبه بكل المقاييس. باذن الله نحصل الثلاث نقاط دول، نحصل الثلاث نقط النهارده، وبعد كده ايه يحلها ربنا. والمباراه بتاعت الجيش الملكي مع شبيبه القبائل، كلنا عارفين المغرب والجزائر في بينهم حساسيه جامده، فاكيد ده هيفوز على ارضه وده هيفوز على ارضه، ودي هتصعب برضه من المجموعه. لو الفرقتين يتعادلوا هتبقى في مصلحه النادي الاهلي. بس ربنا كريم، ونقدر بكره او نقدر النهارده باذن الله نعمل نتيجه ايجابيه ونحصد الثلاث نقط، لان غير كده هنصعب الدنيا على نفسنا. الفريق ده قوي جدا جدا جدا. الفريق ده لعب الادوار التمهيديه 4 مباريات، فاز بره وجوه في ال4 مباريات، لعب في ال 64 وال 32، واحرز اهداف بره واهداف جوه. فربنا يستر على الاهلي. انا خايف بس من ياسر ابراهيم ومن محمد هاني والشناوي لو بدأ، ده كل خوفي. وخوفي من التدخل مع ياس ترب. يا ريت ياس ترب اللي شايفه صح هو اللي يعمل. امام في القايمه ما ينزلش الا لما نشوف الدنيا فيها ايه. محمد علي بن رمضان يلعب جاهز عن امام عاشور، وهو ده مكانه. بدل ما نلعب تريزيجيه يلعب قدام الاثنين في نص الملعب، لا نلعب واحد اصلا بيلعب في نص الملعب. تريزيجيه لو جاهز هيلعب واحد بينه هو او اشرف بن شرقي. الجاهز فيهم احسن هو اللي هيلعبون باذن الله. اشرف بن شرقي اللي هيبدا، وزيزو يبدا يمين، وجراديشار هيبدا راس حرب. وربنا يسترها. انا خايف والله. انا شفت الفريق ده خفت منه. يا ريتني ما اتفرجتش على الملخصات بتاعته. فريق جامد جدا جدا جدا. هو بيلعب بطريقه 4-2-3-1، والمباريات اللي بيلعبها خارج ارضه بيلعب 4-4-2، ويقلبها ب4-4 بيلعب 4-5-1 في المباريات اللي بره برضه، لو اتقدم ولا حاجه لا قدر الله. فربنا يوفق النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي بكره، والجهاز الفني بتاع النادي الاهلي، والجماهير باذن الله تحضر بكثافه عشان نعدي من المباراه الصعبه دي.
نعدي مباراة الافتتاح، وبعد كده هيسافروا على المغرب يوم الاربعاء اللي جاي او الثلاث عشان نقابل الجيش الملكي. لو احنا قابلين الجيش الملكي ومعانا 3 بونت هتفرق معانا، هتفرق معانا. وربنا يستر على النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي يا رب العالمين، وان شاء الله النصر باذن الله للنادي الاهلي المصري يا رب العالمين.